هلو، رح نقضي هذا الفيديو سوا من فاتي الصبح بكير لروحتي على المدرسة ولأرجع على البيت، ونشوف كيف نتعلم اللغة الألمانية وشو بعمل باقي النهار. وهل يا ترى عن جد الناس مشغولة دائما بألمانيا ولا بس مجرد حكي؟ في زر إعجاب تحت الفيديو، جرب اكبسه ما رح تخسر شي. ويلا نبلش النهار سوا. هاي أنا بالمحطة، دقيقة وبيجي الباص. وهيك بيكون انطلقنا. طريقي تقريبا نص ساعة، رح نشوف كيف بروح على المدرسة ونشوف شوارع بريمن. يلي بيمل من هاي اللقطات فينه يقدم الفيديو دقيقتين لقدام. BSAG Kundencenter. Zentraler Umsteigepunkt. أبشركم متأخر 10 دقايق، ولحتى أوصل كمان بدي 5 دقايق، يعني شغلة ربع ساعة بسيط. هاي هي المدرسة اللي بعمل فيها الكورس. إذا حدا عم يتابعني من أصحاب المدرسة يعني بظبطكم إعلان ما إعلان، بتعرفوا سجلوا هون يا شباب. أحسن مدرسة ببريمن، 10/5، تفضلوا. أوف الأسانسير خربان، بدي أطلع رفع رجلي. أمري لله بسيطة. هاي غرف المدرسة، كل غرفة من هدول بفوتوا يعني طلاب يدرسوهم، وخلونا نفوت لجوا بدون شي متأخر. أنا يعني بتعرفوا. Reparieren. Kannst du das richten, heißt, kannst du das reparieren. Ich habe es gerichtet, jetzt ist es richtig. Richtig kommt vom Wort richten. Wissen Sie, was das Problem ist? Ja, was? Heute ist eine Kontrolle im Haus. Wieso? Jede Firma wird einmal im Jahr überprüft. الصدمة اللي شفتوها على وشي لأنه الأستاذ قال لي في تفتيش جاي اليوم على المدرسة، وهذا بيعني ما فيني أصور. بس هل هذا بيعني عن جد ما راح أصور؟ لا والله لن نسمعها لهم. صورت بالتليفون. So, bitte rufen Sie mich zurück. Meine Telefonnummer 036 34 478 9. 34. Noch einmal. Noch einmal. Ich würde mich freuen, wenn Sie mich zurückrufen. Meine Telefonnummer ist 036 34 478 9. Ja. Ja. Ja, رب تخربطي. Das war richtig, ja? 41. 41. Ja, 41. Sie haben gesagt. Ja, richtig. وأنا كتبت من كفو. Ich wollte heute mit euch über die Aufgabe im Deutschtest für den Beruf sprechen. Viele
finden das ja richtig schwierig, weil sie oft nicht wissen, wie sie überhaupt anfangen sollen. Habt ihr das auch schon mal erlebt? Ja, das stimmt wirklich. Mir fällt es auch immer schwer. كيفك شو الأخبار؟ والله الحمد لله. كيف رمضان معك؟ والله منيح. الله يتقبل. والله رمضان كريم ان شاء الله. تقبل الله صيامكم وطاعتكم ان شاء نومكم الله. صالح الأعمال. يا حبيبي امشي لتحت. روح لتحت. عندنا استراحة هلا. اوكي بالعادة أنا ما بطلع لتحت صراحة لأنه برد. بس اليوم ما في طعمة جوا، الأداك ما خلاني أصور فطلعت لبرا. سد نفسي هذا يا رجل. امبارح أبو حمامة خيل. لك لا تفضحنا. جهز لي حالك يوم الجمعة. هون عم اقول لرفيقي جهز حالك يوم الجمعة بدنا نطلع، بيقول لوين؟ قلت له انت جهز حالك، قال اعوذ بالله الدنيا صيام، يعني لوين الدنيا صيام؟ بعرف الدنيا صيام، عمل لك يوم الجمعة، فماذا يمكن ان يكون؟ قلت لك يوم الجمعة، وين ممكن يكون غير الصلاة؟ يعني تخيل انت فكر فيها. ان شاء الله يوم الجمعه بتلاقونا بالمسجد مع الشيخ. صار الوقت مو ربع ساعة؟ لا 20 دقيقه شو انا حتى اطلع بتصير انت ولا لك البرد. صارت 20 يا رجل، وقفنا قبل ب5. لا مع ابن خمسه ما انا مقصوده. بدل ضائع. ورجعت لهالقلم المسكين، بس تشوفني فاضي وما عندي شي وما ليل بتلاقيني فاكك هالقلم ومفرفطه فرفطه. بهي الأثناء خليني أقول لكم كيف بدرسنا الأستاذ. أولا بيستخدم جهاز العرض كتير، وبيستخدم الذكاء الاصطناعي، وبيعمل لنا برامج، وبنشتغل على التليفون كمان، بيكون مثل تطبيق بندخل عليه وبنتدرب عليه سوا. طريقة كتير مسلية، دوم الكتاب والدفتر ممل كتير صراحة، أنا ما فيني أصبر. اوكي الاستراحة الثانية خلصت، قرب يخلص الدرس كمان، ما ضل شي، شغلت نص ساعة 3/4 ساعة. Schnell finden, wo steht die Antwort? Antwort finden, weiter. Ich habe geschrieben. الوظيفة هي تسمع صوت وتكتب الرقم اللي عم يحكوه، بس بيكون سريع يعني عد ما حكوا هدول اللي عندي، يعني إذا صح رح يطلع غلط، بس طلع صح يعني بالأخير. 30 Kilometer, das heißt 30 Kilometer ist okay. هدول عندي وظيفتين، هاي واحد هاي اثنين. وهيك أخيرا بيكون خلص الدوام، رح طب أغراضي وانطلق على البيت. كيلو زيت. لا عم بمزح. وانصرفنا. عندنا امتحان البيتس واي بعد شهرين. شو الوضع؟ عندك جاهز مستعد ان شاء الله؟ والله ان شاء الله مستعدين، ان شاء الله نستطيع، واذا ما استطعنا ما في مشكله نعيد مره ثانيه يعني. نو بروبلم. لا باذن الله، يعني ضربة معلم من اول مرة رح ناخذها ان شاء الله معنا شهرين على كل، في وقت نجهز حالنا ان شاء الله، وحتى اذا ما جزنا عادي يعني نرجع بعيد مره ثانيه. سي يو برو حبيبي. بي زينوس ان شاء الله. بيس مول. باي باي. اوكي على البيت. صارت الساعة 12:30 والأوصل على البيت رح تصير 1. بدك تقول راح نص النهار وأنا بس بالمدرسة، فحسبوها الشخص العزابي عنده للساعة تنظيف، عنده طبخ، بده ياكل، بده يعمل، إذا بيشتغل بدوام جزئي فراح كل الوقت. هذا هو القهر، باصي راح، الإشارة حمراء ما فيني أقطع، يلا بيجي بعد شوي. وهي نفس الطريق اللي اجيت منه الصبح. هلا رايح على البيت لنشوف شو رح نعمل وكيف رح اقضي النهار. اوكي اصدقائي، لهون بدي انهي هذا الفيديو. بتمنى يكون الفيديو عجبكم. هلا وصلت على البيت، جيت من المدرسه، ما بعرف شو راح ساوي لسه. يمكن اطلع اعمل رياضه، ادرس، في كثير شغلات ممكن اعملها.
اذا عجبكم هيك نوع من الفيديوهات اكتبوا لي بالتعليقات، لقدام رح يكون في كتير من هي الفيديوهات. الفلوكات رح ركز عليها، واكيد رح يكون في شغلات اقوى من هيك لسه، ممكن سافر اعمل شغلات احلى بكتير يعني. خوارزميات اليوتيوب بتقول هذا الفيديو رح يعجبكم، جربوا احضروه.